الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 4-1. بس أنا مش طالع معاك أتكلم على الأهلي فاز ولا خسر، ولا يشغلني ولا بتفرج عليه. بس أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس: ضربة الجزاء اللي جاب منها الهدف الرابع، ضربة الجزاء التانية، ومش لاعب الاتحاد السكندري لمس الكرة الأول؟ ولا هو مع الزمالك بيقولك اللاعب المدافع اللي لمس الكرة الأول؟ يعني رامي ربيعة قالك لمس الكرة الأول، لاعب سموحة قالك لمس الكرة الأول، مع ان هو ما لمسش اصلا الكورة ولا والكادر هو اللي. احنا بقينا بنشوف المخرجين اليوم يد في المباريات، وقعدوا بيحسموا ماتشات لفرق معين. يعني المخرجين قعدوا بيحسموا ماتشات كتير جدا جدا في الدوري. فاكر ماتش الرجاء المغربي في نصف نهائي افريقيا برضو، لما الكرة كانت خابطة في ركبة لاعب الرجاء، والمخرج جابها ان هي خابطة في ايد المدافع. ازاي ما تعرفش؟ دلوقتي برضو لاعب الاتحاد هو اللي لعب الكرة الأول، ولا لأ؟ هتطلعوها ازاي ان هو مش اللي هو اللي لمس الكرة الأول؟ هتطلعوها ازاي؟ وازاي دي انحسبت وبتاعت أحمد حمدي ما اتحسبت؟ برغم ان كرة أحمد حمدي لعبها بكعب رجله، مش مدافع سموحة اللي طلعها. وبرغم كده المخرج جابها من كادر تاني خالص، خلى الحكم شك ان لاعب سموحة لمس الكورة. فاتقوا الله. هو مش هيبقى تحكيم واتحاد كوسة واخراج اخراج كمان كتير، واقسم بالله كتير، واقسم بالله كتير. انتوا لو عايزين دوري من اول السنة كده للاهلي، نبعته في كيسة كده: اتفضل يا اهلي الدوري، خد يا اهلي الدوري واحنا هنلعب الناس كده شكليا كده قدام العالم، وخلي انت الدوري معاك من اول السنة. فمش تجرفونا معاكم، مش تجرفونا معاكم والنبي.